في 2026 مش كل الأبراج هتتغير بنفس الدرجة، لكن في 3 أبراج حياتهم هتتقلب 180 درجة. تغيير مش بسيط، تغيير شامل في الحب، الشغل والعلاقات الشخصية. سواء كنت رجل أو امرأة، الرسالة دي ليك. ركز كويس، لأن البرج بتاعك ممكن يكون ضمن ال3. البرج الأول العقرب، التغيير في النفس والحياة الشخصية. العقرب في 2026 هيتخلص من أي صراعات أو ضغوط كانت بتعيق حياتك. الرجل هيتحرر من التوتر وسيطرة المشاعر السلبية، والمرأة هتلاقي هدوء داخلي وقوة نفسية جديدة. باب جديد هيتفتح، ثقة أكبر بنفسك، قدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وتحكم أفضل في حياتك العاطفية والمهنية. مش هتجري وراء أي حد، اللي فعلا يقدر قيمتك هيقرب من نفسه. البرج الثاني السرطان، التغيير في العلاقات والأمان العاطفي. السرطان كان شايل حمل كبير من الماضي، سواء علاقة قديمة أو خوف من المستقبل. في 2026 الحمل ده هيزول. الرجل هيستعيد استقلاليته وراحته النفسية، والمرأة هتحس بالطمأنينة والحماية اللي كانت محتاجاها. باب أمان جديد هيتفتح، علاقة أنضج، صداقة حقيقية، أو بداية فصل جديد في حياتك العاطفية. البرج الثالث الحمل، التغيير في الشغل والهوية الشخصية. الحمل هيواجه لحظة حاسمة في العمل أو مشروع شخصي. الرجل هيتحرر من روتين قديم ويبدأ فرصة جديدة للتقدم والنجاح، والمرأة هتلاقي نفسها قادرة على قيادة حياتها المهنية واتخاذ قرارات تغير مستقبلها. باب قديم هيتقفل وباب قيادة ونجاح هيتفتح فجأة. الفرق إنك المرة دي هتكون المسيطر على اختياراتك. التغيير مش دايما سهل، لكنه بيصنع أقوى نسخة منك. سواء كنت رجل أو امرأة، الفرصة دي لتبدأ حياة جديدة مليانة طاقة وقوة. لو برجك من ال3 اكتبي أنا جاهز أو جاهزة في التعليقات، ولو مش منهم استنى الحلقة الجاية. النجمة بتحكي، والتغيير الحقيقي بيبدأ من الداخل.